عطاءات من أجل تعمير شفاف وتشاركي. عاشت منطقة الغرب منذ تأسيسها على إيقاع التحولات الكبرى وتأثير موقعها الاستراتيجي الحيوي الهام ضمن خريطة المملكة المغربية الشريفة، فمن عاصمة الجهة الغرب شراد بن حسن سابقا إلى مكون في حضور لافت بجهة الرباط سنة القنيطرة حاليا. وكان طبيعي جدا أن يرافق كل ذلك توفر هذا المجال على الآليات والميكانيزمات التي من شأنها مساعدته على أداء الدور المنوط به على أفضل وجه. وما الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان المحتفية بيوبيلها الفضي مرور وعقاد على إحداثها إلا واحدة من هذه المكونات التي سعت بعد البحث عن موطئ قدم وتكريس الحضور الإيجابي إلى لعب أدوار أساسية بالنسبة للمنظومات المحلية إلى جانب السلطات الترابية بمختلف مستوياتها والهيئات المنتخبة وباقي المصالح المركزية، والتطلع الدائم والطموح لتكون إدارة عصرية مواطنة بكل ما يحمل التوصيف من دلالات ومعان. عن ارتفاع مؤشر نسبة التغطية بوثائق التعمير الذي انتقل من 65% سنة 2011 إلى 87% عام 2024، إلى جانب تعزيز نهجها لاستراتيجية إعداد تصاميم إعادة الهيكلة في أفق الارتقاء بمختلف المجالات القروية التابعة لنقودها الترابي، وبالخصوص بالنسبة لتلك التي تعرف دينامية متزايدة كما هو الحال بالنسبة للمجال المتروبولي للقنيطرة الكبرى والمتضمن لتراب جماعة عامر السفلية التي تحتضن المنطقة الصناعية المندمجة لبلاد بورحمة، والتي عملت الوكالة الحضرية على تعزيزها بتصميم تهيئة لمنطقة لوجستيكية جديدة وبتصميم تهيئة لكافة المركز، وذلك إلى جانب تتابع إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية لقطبي سيدي قاسم وسيدي سليمان